شايفين بقى الجمال ده؟ بجد حاجة عظمة. حاجة كده في منتهى السهولة، حاجة لجوع نص الليل. ده عبارة عن بطاطس وشوية بيض كده وشوية طماطم، يعني موجودين في أي بيت. تعالوا بقى ندوق العظمة دي مع بعض كده. الله، ريحة ولا أجمل. تحفة، بجد طعمها حلو أوي. لازم ندوق تاني. شايفين؟ حلو أوي يا جماعة والله. للأسف أصلا يعني عايز أكمل أكل والله. اتفضلوا معانا. تعالوا نشوف بقى نعملها ازاي مع بعض. في منتهى السهولة جدا جدا. عايزكم دلوقتي تقوموا تنفذوا اللي انا هنعمله ده. يلا بينا. هنجيب بقى دلوقتي البطاطس بتاعتنا، قشرناها كده، وبنبدأ نقطعها كيوبس صغير او حتت صغيرة خالص. زي ما انتم شايفين كده، بقطعها صوابع الاول، بعد كده بقطعها قطع صغيرة خالص. كل ما تبقى صغيرة هتبقى افضل معانا في الطاسة اللي احنا هنعملها دي. بجد وصفة حلوة قوي، وتتعمل في اي وقت وسريعة جدا وبامكانيات بسيطة يعني. دلوقتي قطعنا كمية البطاطس بتاعتنا، هنبدأ بقى نجيب الطماطم ونقطعها برضو نفس الكلام. بس هنا بقى هنشيل المية اللي في الطماطم، اللي هو القلب ده، عشان ما يخليش الطاسة بتاعتي كلها مية. فبجيب اللحم بتاع الطماطم وبقطعه برضو نفس الكلام قطع صغيرة خالص. زي ما انتم شايفين كده القلب فاضي، وبنبدأ نقطعه برضو برنواز كده صغير. الوصفة دي سهلة، وفي نفس الوقت ممكن نعملها مثلا في أي وقت، بفطار، في عشاء، في جوع نص الليل كده، لما بنجوع منلاقيش حاجة نعملها. ممكن نعمل الطاسة دي حلوة أوي يعني، وكلها في طاسة واحدة. نبدأ بقى نجيب طاسة على النار كده فيها شوية زيت على سمنة، وننزل بالبطاطس، ونبدأ نقلب فيها ونخليها تاخد لون كده، تستوي معانا 3/4 سوا، وايدينا فيها على طول بنقلب فيها أول بأول. ممكن طريقة تانية، ممكن البطاطس دي ناخدها في زيت غزير عادي، كنا بنقلي فرايز أو حاجة أو بطاطس يعني. ونقليها نص قلية ونطلعها. ده هياخد وقت أقل، بس هنستعمل حاجتين يعني، بدل ما طاسة واحدة هنستعمل حاجتين. وهنا بننزل بقى بسن بابريكا وملح وفلفل وفصين توم، عشان نطعم برضو البطاطس اللي احنا حاطينها في الطاسة. ونقلب برضو فيهم تاني. البابريكا دي هتديها لون كده، وهتخلي شكلها حلو، وبرضو الطعم المدخن بتاعها. قد فصين توم اهو ننزل بيهم، ونقلب كل ده مع بعض تاني. طبعا لما هتنزل معانا، لو نزلناها في زيت غزير يعني، طبعا مش هتحتاج تقليب ولا اي حاجة، هتنزل تتحمر على طول، وهتطلع كلها لون واحد وحلوة برضو. بس احنا حبينا نعمل كله في طاسة واحدة يعني، اوفر في كذا طاسة يعني، وكده افضل من كذا طاسة. هنا خدت لون اهي واستوت شوية. ننزل بقى بالطماطم ونديها تقليبة برضو معاها كده. نقلب كله مع بعض. متنسوناش بقى يا جماعة باللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد. بعد ما كله استوى كده، نبدأ بقى نعمل فتحات كده، عشان بطل الوصفة هينزل، اللي هو البيض. نبدأ بقى ننزل كل بيضة كده في المكان بتاعها. ننزل بيضة كده بالراحة عشان متفتحش مننا. وممكن طبعا نضربها وننزلها اومليت عادي، بس هي كده انا شايف الطريقة دي يعني كويس. طبعا كل واحد حسب ما بيحب يعني. وبنتبل بقى البيض من فوق برضو بملح وفلفل كده وسنة بابريكا عليه، عشان برضو البيض يتطعم معانا. وبعد كده ننزل بسنة ملح. كله كده بيستوي وبياخد من طعم بعضه، مع البابريكا المدخنة طبعا بتدي طبعا ريحة حلوة قوي وطعم حلو. ونغطي الكلام ده كله بقى عشان البيض يستوي معانا. يا دوبك هو على طول اهو خد وش واستوى. ننزل بقى بشوية جبن عندنا كده، عندنا جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، ايا كان. نطعم بيهم الكلام ده وندخلها تحت الشواية في الفرن، عشان تبقى الطاسة روعة. كانت طاسة بيض تحفة، ريحتها حلوة قوي،
وهي في الفرن كمان مطلعه ريحه هايله. تبدأ تاخد الوش بتاعنا عشان تشوفوا نتيجتنا اللي هي دي العظمة اللي انتوا شايفينها دي، بجد حاجة ولا اروع. متنسوناش بقى تدعمونا باللايك الجميل والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد. شكرا ليكم.